اليوم إن شاء الله بإذن الله عندي لكم قصة الطفلة ريتاج من العراق. قبل ما نبدأ بقصة ريتاج وإرسال ريتاج الضعيفة البنت المسكينة الصغيرة، نشترك في القناة اللي لسه ما اشترك وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكم كل قصصي، ولايك لا تنسونا. ويلا بسم الله نبدأ بالقصة اليوم. ريتاج طفلة عراقية عمرها 9 سنوات. ريتاج كانت عايشة مع أمها وأبوها في محافظة من محافظات العراق. جدها من جهة أبوها كان يعيش معاهم بنفس الحارة، وما في بينهم مسافة، يعني تقريبا 5 أو 4 بيوت بين بيت ريتاج وبين بيت جدها. ريتاج متعودة إنها تروح دايما تلعب ببيت جدها، كل يوم تروح تلعب ببيت جدها. ذاك اليوم يوم الثلاث في 2023 الساعة 2 الظهر، كالعادة راحت ريتاج بيت جدها، لكن هالمرة طولت عن جدها. جات الساعة 4 العصر وريتاج لسه ما رجعت بيتهم. أهلها بدأوا يخافون عليها وكل شيء. اتصلوا أهلها على بيت جدها، قالوا يا ابويا ما جاتك بنتي ريتاج، وينها ومدري ايش ومن ذا الكلام. قال اليوم اصلا انا ما شفت ريتاج مرة. قال ايش؟ قال انا ما شفت ريتاج اليوم، ما جاتني. على طول اهل ريتاج قلقوا عليها وخافوا كل شيء. قاموا اهل الحارة واهل ريتاج وجد ريتاج، قاموا يدورون في الحارة وبلغوا الشرطة عن اختطافها. مو اختطافها، اختفائها، معليش، اختفائها، اختفت البنت. وقعدوا يدورون يدورون ولمدة يومين، لكن بدون نتيجة. تحقيقات الشرطة قاعدة تحقق ورجعوا الكاميرات المراقبة، لكن لقيوا ريتاج. وين لقيوا ريتاج؟ ريتاج لقاها بالكاميرا طالعة من بيت أهلها تمشي لطريق مين؟ طريق بيت جدها. بعدها وقفت الكاميرا، ما دريوا وين راحت ريتاج. يعني لحد بيت توصل بيت جدها واختفت. يعني استغربت يعني الشرطة. بدأوا يحققون الشرطة هنا وهنا، وقاعدين يدورون يعني ليش هذه النقطة، يعني حقت الكاميرا ريتاج وهي رايحة بيت جدها، بعدها اختفت الكاميرات. يعني ما بان شيء انه ريتاج دخلت بيت جدها، ما يدرون وين. قاعدين يدورون والحارة قاعدة تدور، وبرضه ما في ولا دليل على ان ريتاج موجودة في الحارة. واحدة من الجارات اسمها نورة كانت كل شوية يعني تتردد عند مين؟ عند أهل ريتاج، تروح وتجي، لأن هذه نورة قريبة من مين؟ من أهل ريتاج. الشرطة استغربت، قالوا هذه جارتهم كل شوية تروح ترمي الزبايل مكان عندهم، وانتم بكرامة زبايل كذا يا اما تحرقينها يا اما ترمينها، عندهم مكان. فاستغربت الشرطة، بس ما اعطت ببالها انه في حاجة من جارتهم نورة. فقالوا عدوا، يعني احنا فاضيين ومدري ايش، بس انه يعني عشان ليه شافوها الشرطة؟ لانها نورة اصلا قريبة من بيت اهل ريتاج. فاستغرب هذه الحرمة رايحة جاية رايحة جاية. فطنشوا. نورة كل شوية تروح عند بيت أهل ريتاج وتبكي 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 وتصيح وتحضن الأم، يا ربي، وتتكلم ريتاج البنت الصغيرة ومدري إيش، والمسكينة وينها ومدري إيش من هذا الكلام. وبكيها بكي كذا من القلب تبكي. هذه جارتهم نورة. نورة يوم من الأيام راحت، إيش سوت تتوقعون؟ جابت مفتاح بيتها وأعطتها أم ريتاج. قالت يا أم ريتاج، إذا جو جماعتكم وانزحم البيت عندكم، هذا مفتاحي وفكي وادخلوا بيتي بيتكم، أنا مسافرة. وقالت لها اسم المحافظة اللي هي راحت لها بعيدة، يعني مكان بعيد عن المحافظة حقتهم اللي في العراق. المهم قامت نورة راحت المحافظة حقتها اللي تبغاها، اللي قالت للأم نورة، الأم ريتاج قصدي، الأم ريتاج قصدي. طيب الشرطة وهي قاعدة تدور، جاء وقت إنها تدور في البيوت. لما قاعدة تدور وصلوا بيت مين؟ بيت نورة. دقوا الباب بيدخلون، لقيوا مين؟ لقيوا ولد نورة. قالوا أمك فين؟ قال أمي مسافرة
محافظة كذا، قال اسم الولد المحافظة، قال دحينة تتصل عليها وتقول لها دحينة تجينا. طيب راح الولد اتصل على أمه، وأمه خلال وقت بسيط إلا وصلت عندهم. قالوا انت كيف وصلتي عندنا؟ انت ما تقولين انا مسافره محافظه، وذي المحافظه تبعد عن المحافظه ذي والمحافظه الثانيه مسافه يعني طويله، يعني يمكن حول 3 ساعات، 3 ساعات وعليها. قالت انا وصلت ومدري ايش ومن ذا الكلام. عدوها الشرطه، عدوا ذا الكلام، فقالوا يلا طب ما دام انت وصلتي يلا احنا بندخل بيتك دحين وعادي عدوها وقالوا يلا خلينا نعدي وما علينا، يلا شوفي احنا بندخل بيتك دحينة ولازم نفتش. وقالت لا ما تفتشونه، ومن هنا ومن هنا، ونورة ما هي راضية تدخلهم البيت. قالوا اقول لك احنا فتشنا بيت بيت، كل الحارة اللي حوالين بيت اهل ريتاج فتشناها. ودخلت الشرطة وفتشت البيت، واتجهوا يفتشون بالغرف وفتشوا بدولابها، لقيوا اثار دم داخل الدولاب والسطل محطوط فيه كيس قطع لحم. ويوم سالت الشرطة نورة قالوا ايش هذا اللحم؟ قالت هذه ذبيحة يعني خروف، يعني الشرطة ما تفهم، خروف وجوته وجوة الدولاب. كملوا التفتيش الشرطة وطلعوا فوق السطوح، ولا يقول سجادة ملفوفة ومحروقة السجادة، وجوة السجادة هذه لقيوا أجزاء جسم. لما شافوها الشرطة طلع جسم مين؟ طلع جسم ريتاج، الله يرحمها يا رب. على طول الشرطة مسكت نورة وجوز نورة وولد نورة اللي هم أصلا موجودين في البيت، وودوهم قسم الشرطة المركز. لما هناك نورة شافت مركز الشرطة وشافت الشرطة قامت وخافت، اعترفت بجريمتها نورة وتقول في هذاك اليوم كنت واقفة عند البيت، عند باب بيتها، ولا أشوف ريتاج بتروح البيت جدها، لأنه أنا دايما أعرف إنه ريتاج يعني دايما تروح بيت جدها تلعب. ناديتها وقلت لها تعالي عندي لك هدية نجاح يا ريتاج. وريتاج طفلة صغيرة طبعا تفرح ومبسوطة انه في هدية نجاح. راحت ريتاج نفسها البنت دخلت وتطلع الدرج، وتقول يوم طلعت الدرج طاحت، وانا خفت. نورة خافت لما ريتاج طاحت من الدرج. راحت ايش سوت؟ ما نقذتها ولا ساعدتها، لا، نورة لما خافت جابت الكريك، تعرفون الكريك حق الزرع والأراضي لما تحفرون زي كذا، جابتها وبدأت تكسر جمجمتها، وبعدها استخدمت الفاس عشان تكسر وتهشم راسها أكثر وأكثر. وبعدها أخذت آلة حادة وقامت تقطع جسمها قطعة قطعة، جسم ريتاج، وباقي الأجزاء حرقتها نورة. تتذكرون يوم قلت لكم إنها الشرطة كل شوية تشوف نورة تروح المكان انتو بكرامة حق الزبايل والأشياء وكذا، ومكان يحرقون فيه الأشياء، اتذكروا إنها هناك تقول أنا كنت رميت جزء من جسم ريتاج هناك وحرقته. شوفوا كيف يعني. وتقول تتذكرون أنا مرة تأثرت الصراحة بقصة ريتاج. وتقول تتذكرون يوم أعطي المفاتيح الأم ريتاج، الهدف من هذا إنه لو صادوها أو مسكوها تقول مفتاح بيتي مو عندي ضايع، ما أدري من اللي ارتكب الجريمة، يمكن أحد دخل بيتي، يمكن هذا. نور اعترفت وخرت كل حاجة من الجريمة اللي سوتها. طبعا القضية إلى الآن يمكن لها فترة بسيطة، إلى الآن ما انحكم عليها، بس طبعا انتوا زي ما سمعتوا القصة تلقائيا، يعني أنا لما سمعتها، انتوا لما سمعتوها تلقائيا، نور ينحكم عليها إيه؟ الإعدام. فهذه هي نهاية القصة. الله يحفظنا ويحمينا يا رب، والله يرحمك يا ريتاج يا حبيبتي، ويصبر أهلك بإذن الله يا رب. ولا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وفعلوا جرس التنبيه. يعطيكم العافية.